انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم. الليلة هنعمل فاهيتا بالدجاج. وصفة سهلة سريعة، خليك قريب حاجة كده من الآخر. أولا نبدأ بالتتبيلة. نحتاج نص كيلو من صدور الدجاج مقطع شرايح، نحطهم في صحن ويلا نتبل. كبيت شوية زيت وضفت عليهم ربع كوباية عصير ليمون، ساعة معلقة صغيرة توم، ساعة معلقة صغيرة بابريكا، ساعة معلقة صغيرة كمون، ساعة نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وملحته ساعة معلقة توم مهروس. ونسيب الدجاج يتبل من نص ساعة لساعة، وكل ما قعد في التتبيلة كل ما كان أحسن. تانيا نجي نقطع الخضروات. نجيب بصلة متوسطة الحجم، نبدأ نقطعها شرايح أو جوليان زي ما انتوا شايفين كده. وبعديه على طول نبدأ نقطع الفلفل الألوان. بدأت بإني قطعت الفلفل الأصفر وبعديه الفلفل الأحمر وبعديه الفلفل الأخضر، نقطعها شرايح بنفس الطريقة بتاعت البصل. بعد ما خلصت تقطيع الخضروات، في نار بين العالية والمتوسطة نيجي نحط طماطم الجميل على النار. وديتها شوية زيت وانتظرتها لحد ما تسخن وبديت أكب الدجاج. قعدت أقلب على النار لحد ما يتحمر وينضج تماما، واستغرق معي حوالي 5 ل7 دقايق. وبعد ذاك شلت الدجاج من النار. بعد ذاك كبيت البصل والفلفل وقعدت أقلب فيهم في النار لحد ما يتبلوا. وبعد ما اتبلوا رجعت الدجاج في الطاوة وقعدت أقلب فيهم لمدة دقيقة عشان ياخدوا من نكهات بعض. كده خلاص جهزت معاك. لو في إضافات مثلا ممكن تضيفها، مثلا تحط صودا. اكتفيت بإضافة جبنة موتزاريلا على الوش من فوق وقعدت أقلب فيها لحد ما ساحت وطفيت النار خلاص. جبت عيش التورتيلا. في الوصفة الأصلية بضيفوا صور كريم أو الصوص بتاع الجواكامولي. أنا اكتفيت بإني شلت من الدجاج وخديته على التورتيلا وقفلت التورتيلا وخديتها على الجنب عشان ده نحمصها. وقعدت أقلل في العملية لحد ما خلصت الكمية. سويت الكمية حقتي كلها وبعدها راح أحكم لآخر مرة للبوتاجاز. طبعا على النار وبدأت أخط التورتيلا، وأخدت معي من دقيقة لدقيقتين لحد ما اتحمرت. وسويت الكمية كلها وأخيرا خلاص هناكل. اسمعوا معي. نجرب واحدة. قدرت شنو مقرمشة من برا ومن جوا طعم رهيب، وكمان ما بتاخد وقت عشان تعملوها. وأتمنى إنكم تجربوها. اكتبوا لي آراءكم تحت في التعليقات. وإذا عجبك الفيديو اضغط لايك ومتابعة لمزيد من الفيديوهات. ودمتم في أمان الله.